عجينتي للسمبوسك مستحيل أغيرها، طبقات بتشهي مثل البقلاوة بتقرمش، خفيفة وما بتشرب ولا نقطة زيت وبتنفخ مثل البالون. بوعدكن رح تاخدوا طريقة العجينة ولا أضبط من هيك، ما بتاخد وقت وعجينة ناجحة 100%. رح نعمل سمبوسك بحشوة الرز. متابعة لصفحة، لايكات للفيديو ليصلكم كل وصفاتي. بالبداية للعجينة بحتاج ل4 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات. رح نضيف رشة ملح مع ملعقة من النشا، ربع كوب من الزيت النباتي مع شوية زيت زيتون مخلطهم مع بعضهم. هلأ بنضيف المية الدافية بالتدريج وبنعجن. أنا أخدوا معي كوب من المي حسب نوعية الطحين. هلأ خلصنا عجنه، بريح العجينة نص ساعة. عندي هون مي مغلية، حطيت لها ورق غار، حطيت لها شوية ملح. هلأ رح أضيف كوب من الرز منقوع ومغسول كتير منيح. رح أضيف الفلفل الأبيض شوي، بتركن على نار هادية لحتى تستوي. عندي هون 400 جرام من اللحمة، لحم غنم، رح نحمصهم. رح أضيف لها بصلة واحدة. بعد ما تحمص عندي اللحمة رح أضيف لها بصلة واحدة مبرشته على الناعم. بحط لها شوية ملح مع فلفل أسود، فلفل أبيض شوي. رح أضيف لها نص ملعقة من الدبس البندورة معجون الطماطم، بتركهم شوي ليتسبكوا مع بعضهم. بالصينية رح مد الرز اللي طبخناها، رح نضيف الرز، بعدها رح نضيف الحشوة اللي عملناها، حشوة اللحمة. بعدين بنخلطهم كلهم مع بعضهم، منبردهم، بعدها بنحشيهم. بنضيف حشوة اللحمة، بنخلطهم كلياتهم مع بعضهم. هاي السمبوسك الرز عادات وتقاليدنا من زمان نحن بنعملها. حبيت شارككم الوصفة. هلأ بعد ما ريحنا العجينة نص ساعة راح نكورها لكرات، راح نبلش فيها. متابعيني الحلوين بتمنى ما تنسوني من دعمكم، نكبر فيكم. تابعوني على قناة اليوتيوب، على حسابي الفيسبوك، على حسابي التيك توك ليصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. بالشوبك راح نمدها بهي الطريقة، كل شوي بنرش شوية طحين لتنمد معنا بسهولة. طبعا ما راح استخدم القالب. هي الطريقة راح أعملها. راح نحشيها هلا، راح نسكر عليها نضغط بإيدينا، ما راح أحط مي ولا شي. راح نضغط بإيدينا. أي صحن صغير بتقطعوها بهالشكل. منكملها بهي الطريقة، منشيل كل الزوايد من الأطراف. طبعا فيكم تستخدموا القوالب. حبيت شارككم هاي الطريقة التقليدية. نرجع بنمد وحدة تانية نحشيها قدامكم. ما بنكتر الحشوة. سمبوسك الرز نحن من زمان كتير بنعملها، عن جد كتير طيبة، بنصحكم فيها بشدة حتدمنوها. أهم مرحلة القلي. عنا هون زيت حامي، زيت غزير. رح نبلش نقلي أول وجبة. أول ما نحط الوجبة نوطي النار لتتحمر معنا على راحتها بدون استعجال. هلأ طالعنا أول وجبة، ما شاء الله شايفين كيف منفوخين مثل البالون. بنحط وجبة تانية. وصفتي صارت جاهزة، ما شاء الله شايفين كيف اخذين لون الذهبي، منفوشين مثل البالون. بنصحكم تجربوا نفس الطريقة، نفس الوصفة تطبقوها نفس الطريقة. اسمعوا القرشة، سمعانين القرشة؟ ما بتتخيلوا طيابتها، طالعة كتير طيبة. بنصحكم تجربوها. هاد كان وصفتي لليوم، صحتين وعوافية.